المشكلة من زمان قوي ما بشوفش منها، ما بشوفش غير من واحدة. حولوني على الدكتور هشام، والله كل يوم بدعي لك، كل ما بصلي بركع وادعي لك الله والله. يحفظك يا جد. نادي عبد العالي ابراهيم، عملت القرنية. المشكلة من زمان قوي، اول حال فجيت كشفت وقلت للدكتورة يا دكتورة بلاش تعمليها، عشان هي من وانا عيلة صغيرة ما بشوفش منها، ما بشوفش غير من واحدة. فراحوا قالوا لي لا لازم تعمليها، فجيت عملتها. حشوني المية البيضاء، اول ما عملوها ما شفتش منها خالص. فبعدين حولوني على الدكتور هشام، فقال لي هنعمل هنا القرنية، فبشوف بيها والحمد لله حسيتها اني كويسة وبقت يعني حلوة زي الأول. أنا عملت المية البيضاء أيوة الأول، دي وبعدين امتى؟ عملت القرنية 5/9 زي النهاردة كده، يعني كملت سنة. ما شفتش بيها خالص، كانت صعب وكنت حاسة زي يعني ميتة بكده. بس لما جيت عملت القرنية حسيتها إني كويسة وبقت يعني حلوة زي الأول. هي زي نص ساعة بس أنا كنت نايمة يعني كده. بس لما فقت والله شفت في ساعتها كانت كويسة جدا جدا والله. لا ما كانتش متعبة والله، تسلم ايده والله ما بكذب، والله العظيم ما بكذب، والله تسلم ايدك. أنا ما تعبت يوم ما عملتها، حلوة وزي الفل والله. بشوف فيها دلوقتي وخفت. أنا كنت فاكرة النهاردة هتمنع القطرات الجيل ده والتاني، لأن أنا مش حاسة بحاجة يعني الحمد لله. ورحت شغلي كمان والله من أول 9. لا الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويكفيك شر المرض يا رب، ويغنيك بالحلال ويكفيك شر الحرام يا رب، اللهم امين. ويجعل كلمتك مسموعة يا دكتور هشام ورايتك مرفوعة.